من النهارده بقى حابة أقول لِك وداعًا لفشل الكيك، علشان هتعمليه زي بتاع المحلات بالضبط، بمقادير مضبوطة جدًا وناجحة من أول مرّة، هش وطري وإسفنجي وطعمه ياخد العقل، وهاقول لِك كمان على أكبر مشكلة ممكن تواجهِك وتخلّي الكيكة تفشل معاكِ، وهاقول لِك كمان ليه الكيكة لمّا تيجي تطلّعيها من الفرن بتهبط معاكِ جدًا. من النهارده بقى هنعمل كيك الإسفنجي ناجح من أول مرّة، يالّا بينا نحضّره بطريقة المحلات بالضبط بطريقة سهلة جدًا. ودي المكونات اللي أنا هاستخدمها، معايا كوباية ونص من الدقيق، نص كوباية من المَيّة، نص كوباية من السكر، معايا 4 بيضات، وكيسين من الفانيليا، ومعايا كيس من البيكنج باودر هاخد منه معلقة صغيرة، ومعايا معلقة ونص من المحسن الجل، والمحسن ده مينفعش تستغنى عنه خالص وعشان هو ده المكون السري اللي كل المحلات بيحطوه علشان الكيك يطلع هش وطري واسفنجي وطعمه ياخد العقل، فمينفعش تستغنى عنه خالص، وده بيتباع عند العطار أو مستلزمات الحلواني. وعلشان نحضّر الكيك هناخد المكونات دي كلّها وهنحطها في طبق واحد، نزلت بال4 بيضات ومعايا نُص كوباية من السكر، ونُص كوباية من المَيّة، ومعايا كوباية ونُص من الدقيق، وهننزل بكيسين من الفانيليا، وهناخد معلقة صغيرة زي ما قُلت لكم من البيكنج باودر، ولو مش متوفر عندِك البيكنج باودر وهتستخدمي محسّن الكيك هتاخدي منه معلقة كبيرة. وهننزل بمعلقة ونص كبيرة من المحسن الجل وده مينفعش تستغنوا عنه خالص علشان ده اللي بيخلي الكيكة نافشة معاكي وهشة وطرية ومرتفعة، وهنقلب المكونات دي تقليبة بسيطة جدًا علشان لما نيجي نضربها بالمضرب الدقيق ميطيرش معانا، وبالمضرب الكهربائي هتبدأي كده تضربي فيه وكل ما تضربي أكتر كل ما العجينة بتاعة الكيك تفتح معاكِ، طبعًا بتاخد منِك حوالي 10 دقايق كده ضرب مستمر بالمضرب، وكل ما تضربي أكتر لونها بيفتح معاكِ، وكمان بيتضاعف حجم العجينة وتحسي إن هي بقت عاملة زي الكريم شانتيه كده. تعالوا بينا نشوفها مع بعض بعد مرور 10 دقايق في ضرب مستمر، شوفوا بقى زي ما قُلت لكم بتبقى عاملة زي الكريم شانتيه كده لونها أبيض وفاتح، وبيبقى قوامها عامل زي الكريم شانتيه بالضبط، وعلشان تطلع معاكم ناجحة من أول مرة استخدموا كوباية واحدة علشان تعايروا بيها جميع المقادير، وإن شاء الله هتطلع معاكم ناجحة من أول مرة. هنجيب بقى الصينية اللي إحنا هنحط فيها الكيك، طبعًا حاطة فيها كده ورق زبدة من تحت ومن الجناب، وعلشان الكيكة تبقى مرتفعة معاكِ استخدمي أصغر صينية متوفرة عندِك، علشان المقادير اللي إحنا مستخدمينها مقادير على قد حجم صينية صغيرة جدًا. وبعد ما ننزل بعجينة الكيك هنخبطها كده خبطتين صغيرين علشان لو فيها أي هوا أو أي فقاعات تطلع كده معانا وما يبقاش فيها أي فراغات من جوه، وهناخدها بقى وهندخلها الفرن، بس أهم حاجة تكوني مشغلة الفرن قبليها ب10 دقايق علشان يسخن معاكِ، وهنسخنه على درجة حرارة 180 والنار بتكون شغالة من تحت بس على درجة حرارة هادية خالص، وبتاخد حوالي 50 أو 60 دقيقة بالكتير يعني حوالي ساعة في الفرن، علشان تطلع معاكِ بالجمال والحلاوة دي كلها، وطبعًا بتدخلي الصينية على الرف الوسطاني والنار بتكون شغالة من تحت بس، وهي هتاخد اللون الجميل ده كده منها لوحديها. علشان تعرفي إذا استوت معاكِ والّا لأ، هتجيبي كده خلة وهتحطيها في النُص، لو طلعت معاكِ ما فيهاش أي عجين خالص فبكده ناجحة معاكِ، لو طلع فيها عجين هتسيبيها في الفرن لغاية لمّا تستوي معاكِ وتبقى بالجمال والحلاوة دي كلها، وبعد كده هتطلعيها على طول من الفرن وهتحطيها على شبكة، وهتشيلي ورق الزبدة اللي بيكون عليها وهتسيبيها لغاية لمّا تبرد معاكِ تمامًا، وبعد كده هترجعي تحطيها في الصينية وهتغطيها وتسيبيها لتاني يوم. لو كنتِ مستعجلة وحابة تشتغلي فيها على طول هتسيبيها لمدة ساعتين لغاية لمّا تبرد معاكِ تمامًا، وبعد كده هتعملي منها أحلى تورتاية، بس أنا طبعًا ما كنتش مستعجلة فقُمت عاملاها من بالليل، ولمّا قُمت الصبح عملت التورتاية الجميلة اللي أنتم هتشوفوها كده دلوقتي، بس أهم حاجة تشيلوا الوش بتاع الكيك من فوق، علشان طبعًا بيكون فيه زفارة بيض فدي خطوة مهمة أهم حاجة تشيلوه، علشان ما يبقاش فيها أي زفارة خالص، بالسكينة كده هتحاولوا تشيلوه بيتشال معاكم بكل سهولة. دي خطوة مهمة علشان الكيك ما يبقاش فيه أي زفارة خالص، لازم تشيلي الوش اللي بيكون فوق على الكيكة، وبعد كده هتقطعيها إلى 3 قطع أو ممكن تقطعيها إلى قطعتين، دي حاجة ترجع لِك أنتِ، وبكده الكيك الإسفنجي بتاعنا الجميل جاهز علشان نعمل منه أحلى تورتاية. وتعالي بقى أما أقول لِك على أكبر مشكلة ممكن تواجهِك لما تيجي تعملي الكيك، لما تيجي تدخليه الفرن بيبقى مرتفع معاكِ جدًا، ولما تيجي تطلعيه بتلاقيه هبط معاكِ جدًا، والهبوط ده بسبب التسوية الغلط. أهم حاجة تسوي الكيك تسوية مضبوطة جدًا وتسيبيه براحته في الفرن، زي ما قُلت لِك أنا سِبته حوالي ساعة أو ممكن تسيبيه ساعة و10 دقايق في الفرن، لغاية لمّا يستوي كده وياخد راحته، وأهم حاجة كمان تسويه على درجة حرارة هادية خالص، علشان لو سويتيه على درجة حرارة عالية هتلاقيه مرتفع معاكِ جدًا في الفرن، وأول ما تطلعيه هيهبط معاكِ، فأهم حاجة لنجاح الكيك هو التسوية المضبوطة. وحابة أقول لِك دلوقتي إن ما فيش أي حاجة ممكن تخلّي الكيك ما ينجحش معاكِ غير التسوية الغلط.
أهم حاجة الكيك يستوي على درجة حرارة هادية، وتسيبيه حوالي ساعة في الفرن لغاية لمّا يستوي ويبقى بالجمال والحلاوة دي كلّها، وبكده هتعملي أحلى كيك إسفنجي ناجح من أول مرّة. ودي كانت وصفتنا النهارده الجميلة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك، واستنونا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله علشان نزين مع بعض التورتاية الجميلة دي بأسهل طريقة ممكنة، وكمان زيناها بالمعلقة ومن غير أكياس حلواني.